نشرت وهي طلبت مني انشر القصة، ولكن امنتني ما اذكر لا اسمها ولا اسم المدينة اللي هي بدايات الذكر. قالت لي انه انا امرأة مستورة عندي 5 اولاد، بقعد ببيتي وبدرس باينس وجوزي بيشتغل وبروح وبرجع على بيتي وعلى مدرستي، ولا في اي شيء من الشيء اللي كنت انا صار لي او اللي بده يخطر لي انه انا يصير معي. باحد المدارس وانا عم بدرس بالبي اينس امرأة بتقول لي أنا عندي أغراض، تعالي لفرجيك إياهم، بتعرف عليها بقلب الكورس، تعالي لفرجيك إياهم، عندي ببيع بقلب بيتي، بجيب أغراض من تركيا وإلى آخره، ببيع من دون أي رخصة ولا شيء، براعيكي وإذا بدك بالدين بعطيكي وإلى آخره. بتروح الامرأة لهنيك لعندها على قلب بيتها، على أول مرة وثاني مرة وثالث مرة بصيروا في صداقة، وبتصير كل ما تخلص الكورس بتقول لها والله جاي لعندي كومة نسوان يشوفوا هالأغراض وهاللباس، إذا بتحبي تعالي لهنيك لعندي لحتى نقعد معهم جمعة، وبتتنوري وبتتسلي بعد الكورس وبعدين بتروحي على بيتك. بأحد المرات بتروح لهنيك، بصير الزلمة زوج الامرأة اللي بتبيع الألبسة يتعرض لها أو يتهجم عليها بقلب البيت. هي تحاول تتجنب تجي لعندها وكتير بتقطعها لفترة معينة. بالأخير الامرأة بتروح لهنيك زيارة لعندها، ولا الزلمة بيكون عم ينتظرها وبيعتدي عليها وبيفوتها على قلب غرفة وبيعتدي عليها وبيصورها وبيقلها إذا كل مرة بتجي لهون وما بتخليني إني أنا أعتدي عليكي أو بتشتكي لحدا، بدي أنا أفضحك وأنشر عرضك وأنشر الفيديوهات وأقول لجوزك. طبعا هون المرأة ما بتحكي هذا الشيء، إلى أخير بتروح بتخبر زوجها، وزوجها فورا بيهجم عليه وبصير في مشكلة كبيرة وبيطعن الشخص عدة طعنات. وهلأ الشخص عم يتم محاكمته للطاعن لزوجها، عم يتم محاكمته وهي واقعة بقصة وما أنا عرفانة شو بدها تعمل.